السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا ندخل على الحرب العالمية في الأوضة بتاعة البنات، وأول ظهور لأوضة البنات وأول حرب في أوضة البنات. دي مش تنظيف، دي حرب. ده أنا ما كنتش أعرف إن الموضوع كبير قوي كده. تابعوا معايا وشوفوا البهدلة اللي أنا هشوفها. هتبهدل بهدلة في الأوضة دي محدش يتخيلها. بدأت أول حاجة وأصعب حاجة شيل المراتب بتاعة السراير. مراتب تقيلة جدا جدا جدا، هدتني جدا 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 وأنا بشيلها. طبعا ما شيلتهمش لوحدي، بمساعدة ملك، فاحنا الاتنين زي بعض. كناش قادرين نشيل نفسنا أصلا، فمتخيلين إن احنا شيلنا المراتب. شيلناهم، ما علينا. هنلم بقى الحاجات دي يا جماعة من أيام جوازي، بقالهم 13 سنة متعانين. فأنا دلوقتي هشيل الحاجات اللي أنا محتاجاها في المطبخ هطلعها، وبقية الحاجات ديت هننضفهم ونغسلهم غسلة كويسة، ونرجع نرصهم تاني تحت السرير زي ما كان. هشيل دلوقتي الحاجات كلها اللي محطوطة. ودي كرتونة كانت مفروشة تحتهم، كنت فرشاها يعني. ما تتخيل، اوعى حد يفكر ان الكلام ده كله من اول ما اتجوزت ما شيلتش الكلام ده. لا لا والله، ده اماكن السراير اتغيرت مرة واتنين ورجعت عملتهم كده، يعني كتير. كنت فرشة بقى الكرتونة دي ورص عليها الحاجات. هشيلها، هنضفها وهكنسها بره، وارجع برضو بعد ما اكنس بقى وامسح الأوضة افرشها وارص الحاجة تاني بعد ما الحاجة تتنضف. بس انا دلوقتي هوريكم المعاناة اللي انا شفتها في الأوضة، لان بأمانة كانت اصعب حاجة في الأوضة دي غسيل الحيطان. اصعب حاجة، ما انتوش متخيلين. كانت بأمانة الحيطان كانت وحشة جدا جدا جدا. أنا لو عندي بيبيهات مش هيعملوا في الحيطان كده والله. لو لسه نونو بيتعلم ماسك القلم مش هيعمل في الحيطان كده. يعني اولادي مش صغيرين على البهدله اللي هم كانوا عاملينها في الاوضه. بصراحه كانوا مبهدلينها جدا جدا. الحيطان سبوره، عاملينها عباره عن سبوره، واللي اقلام وشغاليه. انا هدخل ملك هتغسل معايا برضو، لان يعني انا هجيب اخري في الغسيل. الحيطان كلها متبهدله قوي بالاقلام. فاكرين السفنجه اللي قلت لكم المفروض ان انا جايباها، ان هي اتقال لي ان هي بتشيل الحبر؟ هي ما طلعتش بتشيل الحبر، هي بتشيل اي اثر على الحيطه بس مش الحبر. ما نفعتش معايا في شيل الحبر خالص. هتشوفوا معايا دلوقتي، خليكم متابعين معايا وانتوا تشوفوا. اللي لسه ما اتنشطتش وما اتحمستش ان هي تنظف تنظيفات العيد هتشوف الفيديو ده هتقوم تعمل. اللي لسه ما عملتش هتعمل، ان الفيديو ده فيديو جامد. هنا هكنس بقى تحت السرير وحواليه كده، وهمسح تحته برضو بس بعد ما اغسل الحيطه. بعد ما اغسل الحيطه اللي جنبي، انا هعمل سرير بالسرير، يعني هخلص الجنب ده واروح للجنب التاني، خلص جنب بجنب كده. وصلت لحد هنا ولسه ما ضغطتش اشتراك. اضغطي لايك واضغطي اشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، عشان تشوفي كل فيديوهاتي هتعجبكم صدقوني. وان شاء الله ان شاء الله من اول يوم العيد هتشوفوا في تغيير في الفيديوهات جامد. فيديوهات مختلفة، وهنظهر بوضع مختلف تاني خالص ان شاء الله. هنا انا بجرب بالسفنجة زي ما المفروض قال لي ان هي بتشيل الحبر اللي على الحيطة. هي طلعت دلوقتي، هي خفته معايا لكن ما شالتوش زي ما انا عايزة. انا مش عايزة يكون له اثر. فهي كده دلوقتي هتتعبني ان انا هفضل اغسل بيها كتير وبرضه مش بيروح. هجيب بقى السلكة والمنظفات بتاعتي وهشتغل كده. جبت سلكة وجبت المنظفات بتاعتي واشتغلت بقى. هو ده الغسيل. ده بقى مش هيخلي اي حاجة على الحيطة. شفتوها قبل، شوفوها بعد بقى. اه
كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ويا رب يجعله عيد سعيد عليكم وعلينا يا رب وعلى الأمة الإسلامية جميعا. كله كده خلاص. هغسل بقى الحيطة كلها. مش عارفة هما كانوا بيوصلوا لتحت كده ازاي والسرير مفروش والمراتب محطوطة بصراحة. والله العظيم نفسي اعرف كانوا بيوصلوا لتحت كده ازاي. يعني المراتب كانت محطوطة والسرير مفروش وكل حاجة محطوطة. ايه بيوصلوا بالقلم لتحت كده ازاي؟ مش فاهمة. معلش اصل انا ضغط عيلة النهاردة جامد. ربنا يهديهم. ادعوا لي بالله عليكم، ادعوا لي ربنا يهدي لي بناتي. ربنا يهدي لي بناتي يا رب. لما تشوفوهم وهيظهروا معايا في الفيديوهات هتعرفوا ان انا عندي حق اني بتمنى والله، وبقول لكم ادعوا لي ان هم ربنا يهديهم. يا رب يهديهم يا رب. والله العظيم من اول شهر رمضان ما بدأ وانا مش بدعي غير الدعوة دي. هنا عاملين لي فنانات وراسمين لي رسومات وملزقينها على الحيطان، اصل يعني الحيطة ناقصة، فراسمين كمان رسومات. والفنانين شغالين، فنانات وشغالين الاقلام والالوان وشغالين وبيرسموا وبيلزقوا. متحف، انا داخله متحف. حط لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من ام ملك. هنا طبعا بشكل ملك عشان يعني كل ما اتعب في التنظيف اشكل ملك بزياده. كل ما الاقي نفسي تعبت اشكل ملك، ما هي اللي واقفه معايا. هنا خلاص غسلت الحيطه دي، هنشفها برضو بالفوطه. انا اديتها شطفه خفيفه كده بالميه وهنشفها بقى بالفوطه بتاعتي. هنا كده اهو خلاص الحيطه خلاص. شوفي بقت ازاي. الله على الجمال وعلى النظافه. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال ده. فرق كبير 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 بين الاول ودلوقتي. شوفوا دلوقتي بقت ازاي والاول كانت ازاي. ياه. يلا قولوا لي بدأتوا تنظيفاتكم ولا لسه؟ كله يكتب لي في التعليقات بدأتوا ولا لسه. انا كده خلاص يعتبر ما عادش قدامي غير المطبخ، وهنزله لكم ان شاء الله بكره. ان شاء الله هيكون نازل لكم فيديو بكره. وبكده اكون خلصت الشقه بتاعتي. كده خلاص مسحت تحت السرير الاولاني، هرجعه مكانه ونروح للسرير التاني او للتهمة التانية. مش عارفة هسميها ايه، لان ده انا خلاص في نص الأوضة وكانت روحي راحت في النص بس، وما بالكم كمان شغالة وانا صايمة. هي احلى حاجة انا عملتها ان انا اشتغلت في الأوضة ديت وانا صايمة، لان بعد الفطار كان استحالة هقدر اعملها، لان طبعا كلنا عارفين ان احنا بنفطر وبنبقى مش عارفة ايه اللي بيحصل لنا بعد الفطار، مش فاهمة. فانا الحمد لله ان انا عملتها قبل ما افطر. الحيطة دي كانت جميلة جدا، اجمل من التانية. يعني التانية كانت ارحم من دي. الاخت ملك او الطفلة اللي عندي ملك كاتبالي اسمها تقولش. يعني هتوه ولا ايه مش عارفة، كاتبالي اسمك على الحيطة ليه يا ملك عادي. وبأقلام اللي هي الأقلام بتاعت السبورة اللي أصلا يعني الكتابة بتاعتها ما بتتمسحش، أو اللي هو القلم بتاع اللوح. مش عارفة هو القلم بتاع اللوح اللي ما بتمسحش ولا السبورة. كده الحمد لله غسلت الحيطة دي كمان، خلصت الجنب ده
خلصت تحت السرير، مسحته ونضفته وكنسته وروقته. هنمسح بقى بين السراير وهسيب الأرض تنشف، وبعدين هنرص السراير بتاعتنا كما كانت. ياه على المتعة بعد ما خلصتها، اقسم بالله حسيت براحة نفسية بعد ما خلصت الأوضة دي، ما انتوش متخيلين انا ارتحت قد ايه. كده خلاص ومسحت الحاجة كلها اللي كانت متعانة، وملك ظهرت معانا اهي بتقول لكم ازيكم يا حبايبنا عاملين ايه. سلم عليهم يا ملك. ازيكم عاملين ايه؟ ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وسبسكرايب. كده خلاص سبتها بقى تفرش السراير. طبعا انا واقفه قدامها، هي هتبصي لي يعني اني شوفي السرير مظبوط ولا لا، ده كله هيبان معانا في الفيديو وهي شغاله. انا خلصت كل الاوضه فقلت لها تعالي بقى فرشيه، فرش مش صعب، تعالي بقى فرشي. قلت اصورها لكم وهي بتفرشه. طبعا كل اللي كان حاصل في الاوضه ده بسببها وهي اللي عاملاه، فتصلح اي حاجه، تساعدني باي حاجه بقى يعني المفروض. طبعا هم مش عاجبهم الكلام ده خالص. كده ملك خلاص هتخلص معانا الأوضة، وكمل الفيديو للنهاية معاها لحد ما تشوفوها بقى وهي بتقول لكم مع السلامة. استنونا في فيديو جديد إن شاء الله. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله، وانتظروا فيديو بكرة جامد. مع السلامة.